السلام عليكم. السلام عليكم، ازيكم حبايبي الحلوين؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله جايه لكم بوصفه حلوه قوي هتعجبكم. هنعمل ان شاء الله صينيه بطاطس باللحمه بالبصل، وان شاء الله نعمل نوع شوربه حلوه قوي هيعجبكم. اولا اللي ما يعرفنيش، انا فاطمه خليل، ودي قناتي قناه ماما طمطومه. اهلا وسهلا بيكم، ويا ريت اللي يعجبه الفيديو ما ينسانيش في اللايك، واللي ما اشتركش يشترك وينورني في القناه. واهلا بيكم يا حبايبي، وحشتوني جدا جدا جدا. وان شاء الله باذن الله الوصفه النهارده تنور رضاكم وتعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. ويلا بينا على وصفتنا، يلا بينا. اول حاجه يا حبايبي، جبت كده حله حطيت فيها مكعب زبده وشويه زيت صغيرين، واستنيت لغايه اما الزبده قدحت جامد، سخنت قوي يعني، علشان انا هنزل دلوقتي باللحمه بتاعتي علشان اديلها الصدمه بتاعتها وما تنزلش معايا ميه. اهم حاجه ان الزيت او السمنه لما يبقى قادح جامد ما يخليش اللحمه تنزل ميتها. كده هنبتدي بقى نقلب اللحمه بتاعتنا على الوجه التاني، وكل شويه هنقلبها على وش علشان عايزاها تحمر زي ما يكون بنحمرها بالظبط. اهو حبايبي كل شويه كده قلبوها. بصوا هي ما نزلتش ميه معايا اهي، لان الماده الدهنيه كانت سخنه جدا. اللحمه بتاعتي اتحمرت اهي وبقت زي الفل اهي. طبعا عند اللحمه خلاص، بصوا بقت جميله ازاي. طبعا لسه هي بس مستويتش. عندي ميه بتغلي، هبتدي انزل بيها على اللحمه بتاعتي وتكون بتغلي علشان خاطر تساعد على تسويه اللحم بتاعتنا بسرعه. بنزل بالميه بتاعتي وبقلبها كده تقليبه، وبعدين هغطيها وهسيبها تغلي كده 5 دقايق، علشان مش هحط اي توابل ولا اي منكهات ولا مطيبات لغايه اما تغلي غلوه، علشان اشيل اي ريم يظهر على الوش. بعد كده ما تشيلي الريم اللي بيظهر على وش الحله كده تمام. شلنا الريم كله، هنبتدي بقى ننزل بالمطيبات بتاعتنا. هنا طماطمايه متقطعه وبصلايه وحبيتين لورو، حبيتين حبهان، ورقتين لورو، وشويه فلفل اسمر. وهنزل بمعلقه صغيره سكر عشان تساعد في تسويه اللحمه بسرعه. هقلب اللحمه بتاعتي تقليبه وهغطيها وهسيبها بقى حوالي ساعه او على قد ما تنضج يعني او تستوي. في طاسه او في حله بحط قطعه زبده وبرده شويه زيت صغيرين علشان الزبده بس ما تتحرقش. بعد كده اول ما الزبده بتاعتي تسيح والماده الدهنيه تسخن، هبتدي انزل بحوالي 5 6 7 فصوص توم كده سلام من غير ما نقطعه. وبعد ما يتحمر التوم شويه هنزل بحوالي 3 4 بصلات كبار متقطعين ويقلب تقليبه. وبعدين هنزل ب4 قرون فلفل متقطع، وممكن تحطي قرن حامي او لا حسب الرغبه. هقلبهم تقليبه حلوه مع بعض لغايه اما الخضار يدبل شويه. انا مش عايزه الخضار يدبل خالص، يدبل حاجه بسيطه. هنزل بيه حوالي 3 طماطميات دول متقشرين ومتقطعين، وهقلب الخضار بتاعي برده تقليبه كده حلوه. هحط عليه توابل، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره، نص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه 7 بهارات، وكمان هحط معلقه بابريكا. هقلب بقى الخلطه بتاعتي الجميله دي. طبعا ريحه ما اقولكوش، ريحه جميله جدا. وهملح طبعا الخلطه بتاعتي بالملح بتاعها، وهبتدي اقلبها تقليبه كويسه. وبعدين ازود بقى 3 كوبايات من الشوربه بتاعت اللحمه بتاعتي. هقلب بقى الخليط بتاعي دون او الخضار بتاعي دون تقليبه، وهغطي عليه وهسيبه بالظبط 5 دقايق.
في صينية او طاسة كده على النار هحط حبة زيت، وعندي حوالي 3 بطاطسيات انا مقشراهم ومقطعاهم طرنشات. هبتدي احمر البطاطس دون في الزيت قبل ما احطه في القالب بتاعي او البايركس بتاعي. طبعا تحمير البطاطس بيساعد ان البطاطس لما ادخلها الفرن ما تتهريش مني، تفضل محتفظة بقوامها زي ما هي. بحمرها تحميرة خفيفة، يعني مش تحميرة جامدة ولا حاجة، على كل وش كده 5 دقايق. وابتدي انشل البطاطس بتاعتي كلها من الزيت. وكده خلصت البطاطس بتاعي. يا ريت اللي لسه معايا ما ينسانيش في اللايك. كده حطيت معلقة زبدة في حلة، نزلت عليها ببصلة صغيرة، وهبتدي بس يا دوبك اصفر البصلة، مش عايزاها تاخد لون خالص علشان ما تغيرليش لون الشوربة اللي انا هعملها. بنزل بمعلقة ونص دقيق، وابتدي اقلب الدقيق بتاعي في البصلة. ولو احتجت ان انا ازود قطعة زبدة هزود قطعة زبدة صغيرة. وهبتدي اقلب الدقيق مع البصلة بتاعتي لغاية اما اشم ريحة الدقيق. هنزل بكوباية لبن واقلب الدقيق بتاعي لغاية اما ما يبقاش فيه تكتلات وكل الدقيق اللي معايا يفك. بعد كده هزود كمان كوباية شوربة من شوربة اللحمة، وهبتدي اقلب بقى الشوربة بتاعتي دي. هتبقى شوربة هنعملها بالذرة الصفراء، وممكن تتعمل بالمشروم زي ما انت عايزة. حطينا حوالي كوباية من الذرة الصفراء، وطبعا نوع من انواع الشوربة ده هتبقى مغذية جدا. هحط كده ربع معلقة فلفل اسمر، وهحط لها الملح بتاعها طبعا، وهقلبها تقليبة حلوة، وهسيبها بقى لغاية اما تغلي ويخلص قوامها. طبعا الذرة الصفراء يعني حاجة مغذية جدا جدا بالذات للأطفال، والنوع ده من الشوربة بيبقى مغذي وكمان طعم. بعد ما غليت كده الشوربة وابتدت يغلظ القوام بتاعها، هحط لها معلقة قشطة. طبعا لو قشطة بتاعت اللبن مفيش مش مشكلة خالص، يعني تكتفي بس باللبن. وعندي شوية خضرة صغيرين بقدونس كده مفرومين، هحطهم في الاخر خالص. واقلب الشوربة بتاعتي تقليبة كويسة، واول ما تبتدي تغلي كده من الجناب هطفي عليها واسيبها. النوع ده جربوه يا جماعة، الشوربة جميلة خطيرة. وممكن ما تحطيش بقدونس، يعني لو مش عايزة ما تحطيش. بصوا الذرة عاملة ازاي، وممكن الذرة ومشروم مع بعض، اللي متوفر اعملي بيه. طبعا هي اول ما تغلي عندي اهي هطفي عليها، وكده عملنا الشوربة بتاعتنا وركناها خلاص. ادي اللحمة بتاعتي اهي طبعا استوت وبقت زي الفل اهي. هنبتدي بقى نملحها، نحط لها الملح بتاعها. طبعا احنا ما بنحطش الملح من الاول علشان خاطر بيأخر سوى اللحمة. هنملحها كده تمليحة كويسة، وبعدين نغطيها ونسيبها 5 دقايق لغاية اما تشرب من الملح شوية. وهنبتدي بقى اهي استوت وبقت جميلة. نبتدي بقى ان احنا ننشل اللحمة كلها من الشوربة بتاعتنا. اهو هنشيل اللحمة كلها كده في طبق علشان نبتدي نحضر الطاجن اللي احنا هندخله الفرن. هنجيب بقى البايركس بتاعي او الطاجن بتاعي او الصينية، اي حاجة المتاحة عندك تعملي فيه. هنبتدي نرص البطاطس اللي احنا حمرناها كده تحميرة خفيفة، وهنبتدي ننزل بالصوص اللي احنا عملناه خلطة البصل والخضار على البطاطس بالشكل ده، ونفردها كده على البطاطس عشان طبعا البطاطس تشرب منها تبقى طعمها جميل. وبعد كده هنبتدي طبعا بعد ما حطينا الخضار بتاعنا كده والصوص، حطينا اللحمة رصيناها بتاعتنا على الخضار والبطاطس، ونبتدي ننزل ببقية الصوص والبصل
بالشكل ده على اللحمة بتاعتنا لما نغطي الطاجن بتاعنا كله من الخضار اللي احنا عاملينه اهو بالشكل ده. يا ريت بقى اللي لسه معايا ما ينسنيش وينزل يعمل لي لايك. طبعا هندخل الطاجن، هنغطي الطاجن ده بورق فويل وهندخله في الفرن حوالي ساعة الا ربع لغاية اما تستوي. شوفوا بقى بعد ما طلعت من الفرن لحمة روعة والطاجن تحفة ومستوية وجميلة جدا جدا، بطاطس كمان مستوية وطعم تحفة. طبعا دي الشوربة بتاعتنا هي يا جماعة. بصوا بعد ما بردت شوية طبعا بقت قوامها سميك وجميلة. هنغرف بقى الشوربة بتاعتنا كده في الطاجن صغير او ال بتاعة الشوربة، سلطانية الشوربة. وادي دول شوية رز بشعرية عملته جنب الأكلة الحلوة دي. وهنبتدي بقى نغرف الأكلة بتاعتنا. ويا ريت اللي لسه معايا في الفيديو ما ينساش ويعمل لي لايك، واللي مش مشترك يشترك وينور القناة. كده بقى جبنا اللحمة بتاعتنا الحلوة اللي بالبصل والبطاطس، وهنغرف بقى في الطبق كده عشان ندوق. اهو لازم ندوق اهي. طبعا يا جماعة ريحتها تحفة واللحمة مستوية وجميلة والبطاطس وكله واخد من طعم بعضه، طعمها حلو جدا. يا ريت تجربوها. هنحط كده بقى معلقتين من الصوص اللي نازل منها. شوفوا بقى اللحمة جميلة جدا ومستوية وجميلة وشاربة من الصوص بتاع الخضار، طعم جميل وشكلها ولونها تحفة طبعا. ودي الشوربة بتاعتنا الجميلة، شوربة الذرة بالكريمة، تحفة يا جماعة جربوها. واللي عايز يضيف البقدونس قلت يضيفه، واللي مش عايز براحته خالص ما يضيفوش. وممكن زي ما قلت تعملوها بمشروم مع الذرة، وممكن بمشروم لوحده او ذرة لوحدها. واللحمة طبعا تحفة. ويا ريت يا ريت تجربوا الوصفة، واللي يجربها يقول لي رأيه. بصوا اللحمة طبعا دايبة مستوية وجميلة وشاربة من الصوص. ودي كانت وصفتي ليكم النهاردة، وإن شاء الله إن شاء الله أشوفكم في وصفة جديدة من وصفات طمطومة. مع السلامة.